السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 3 الفجر. بذاكر شوية اناتومي. زنقة الفاينل يعني وكده، ربنا يرزقكم يا رب الكلية بتحلموا بيها. طورت في ذهني من تالتة ثانوي. خلينا بس الأول ننقل بتاع برايفت عشان نعرف نتكلم. لو انت ما تعرفنيش فأنا عبد الرحمن علاء، طالب في كلية الطب الفرقة الأولى. كنت تالتة ثانوي دفعة 2025، وأكيد انت عرفت من إزازة مصر الجوهري. وأنا بذاكر طورت في خاطري حاجة يعني من تالتة ثانوي. فقلت أشاركها معاكم، ممكن حد منكم دفعة 2026 ينتفع بيها أو من أي الدفعات القادمة. فهو إن إحنا دلوقتي داخلين على السنة الجديدة، أهداف جديدة، طموحات جديدة. كل الناس عايزة تحقق أهدافها في الحياة ويتقدموا. وطبعا أنت هدفك الوحيد أو معظمكم يعني هدفه الوحيد في السنة دي إن هو يجتهد يجيب المجموع اللي نفسه فيه، يفرح أهله وهكذا. أنا لما كنت قاعد في ذلك الوقت يعني كنت في أول شهر 12 تقريبا. وخلاص داخلين على شهر واحد. فضلت قاعد شهر 12 وشهر واحد. كنت سمعت فيديو من الفيديوهات لشخص ما إن أنت ما ينفعش تخش سنة جديدة من غير ما تراكم، وخلاص إحنا داخلين على شهر واحد، كان تقريبا باقي أسبوع على شهر واحد. فطبعا أنا أحبطت يعني شويتين. وما يعني قلت، وانا كنت ساعتها مراكم مادتين، مادة الأدب ومادة النصوص، ودول كانوا بالنسبة لي يعني مادتين صعبين محتاجين حفظ. وأنا الصراحة ما كنتش بحب الحفظ، يعني كان الحفظ بالنسبة لي مش أحسن حاجة. ففي هنا بقى هنا الفكرة بقى، إن أنا هنا ما وقفتش مذاكرة. أنا كنت بذاكر كل يوم كل المواد ما عدا الأدب والنصوص دول، لأن أنا ما كنتش بحبهم أصلا، وفضلت مراكمهم لحد شهر 4. يعني بص يعني خلاص، اللي هو في شهرين المراجعة أصلا الناس كلها بتخلص مراجعة وبتخلص حاجات. ولكن يشاء القدر وأنا خلصت متراكم عليا. دخلت كلية اللي نفسي فيها، جبت مجموع، فرحت أهلي وفرحت أمي. وعلى فكرة هي تستاهل، والله هي تستاهل فعلا. بس الفكرة إن أنا هنا ما وقفتش خالص مذاكرة. ما وقفتش مذاكرة، لا في الأجازة ولا في أي حاجة. كنت بذاكر كل يوم، حتى لو هذاكر ساعة في اليوم بس مهما كان. وحتى لما بدأت في المتراكم كنت يعني بلزم نفسي خلاص إن أنا هذاكره. فأنا جاي أقول لك هنا، أكيد أنت سمعت الكلام ده، وأكيد أنت يعني أحبطت، وفي منكم اللي كمل برضه. فهنا يا إما الإحباط ده يخليك تكمل، يا إما هيخليك تقع، يعني هتقول خلاص هي كده كده بايظة. لا، أنت ما ينفعش تكمل. يعني مثلا وخلاص أنت مراكم وإحنا بدأنا في شهر واحد، أنت في الأمر الواقع دلوقتي. هل انت هتكمل فعلا، ولا خلاص بقى هتقول الدنيا معايا ما عادتش مظبوطة وكده، والظروف معايا مش احسن حاجة؟ في مهما كانت ظروفك، اعرف ان في ناس ظروفهم اسوأ منك. انت مالكش دعوة بحد، انت بتعمل اللي عليك. طيب انت دلوقتي لازم تكمل ولازم تذاكر. ربنا هنا ما بيقارنكش بحد، ربنا هنا بيعمل بيشوف انت عملت ايه في الفترة اللي انت واجب عليك تعمل فيها اللي عليك. يعني الفترة دي انت واجب عليك انك تذاكر، هيشوف انت عملت ايه في الفترة دي. هل انت ذاكرت فعلا ولا لا؟ عايز اقول بس ان انت استصحب النية لله عز وجل انك تذاكر. وكل يوم ليك هو فرصة جديدة للمذاكرة، فرصة جديدة انك تحقق هدفك وتجري نحو الطريق اللي انت حاطه ليك. ايا كانت الكلية اللي انت حاططها في طريقك، مش لازم كلية طبية يعني. انت اكيد حاطط كلية معينة في طريقك، ومتخليش حد يتدخل في قرارات اختيار كليتك. انت دلوقتي مأمور نفسك، ولكن انت دلوقتي مأمور انك تذاكر وتجيب مجموع. فالفكرة دلوقتي انك تكمل، ما توقفش خالص. حتى ذاكر، حتى لو هتذاكر ساعة في اليوم. انت دلوقتي في الامر الواقع. انا اهو كنت مراكم الحمد لله، ربنا كرمني. وعلى فكرة في ناس معايا في الكلية كانوا مراكمين لحد ليلة الامتحان، ربنا كرمهم وبقوا معانا في الكلية. فانت يعني محدش شبه التاني في حاجة، انت اكيد متميز في حاجة غيرك مش متميز فيه. فذاكر وما توقفش مهما كان ظروفك، مهما كان اللي يقف قدامك. ذاكر حتى لو هتذاكر ايه في يومك. يعني حتى لو ذاكر مادة وهم 5 مواد، يعني انت منهج كله 5 مواد. انا عارف ان هم صعبين ومحتاجين فهم والضغط النفسي. وخلي بالك يعني تالتة ثانوي دي ما تجيش جنب طب، دي حاجة يعني مديول واحد بس في طب. باقي تالتة ثانوي دي كلها انت مش معضلة قوي يعني. ولكن مشكلة تالتة ثانوي الضغط الكتير اللي بيبقى عليك، ضغط الأهل، ضغط الناس اللي حواليك، قرايبك اللي معاك في سنك. يعني ده بيبقى ضغط فعلا رهيب، وأنا كنت منكم.
بس إن شاء الله كله هيعدي. خليك فاكر إن ربنا كريم، ربنا يعني أكرم ما يكون. أنت بس مطلوب منك إنك تعمل كل اللي عليك حتى لو كانت فترة صغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كمان بيقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني خلاص الساعة بتقوم، انت وخلاص انت في ايدك حتة بذرة صغيرة، فبيقول لك اغرسها وما تخليش كلام اي حد يأثر عليك خالص. انت ماشي في طريقك هو طريقك لوحدك انت، بس انت مأمور بالسعي. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني ده هو ده همك في الحياة، انك تسعى بس. والسعي بيخليك تغلط والغلط بيعلمك. عندكم اي استفسارات ممكن تكتبوا لي في الكومنتس تحت.